السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم. ما تنسوناش من الصلاه على النبي والاشتراك في القناه وكومنت جميل منكم فضلا وليس امرا. النهارده انا هعمل كفته الحاتي، وهي عباره عن لحمه مفرومه حطيت لها كل التوابل، بهارات لحمه، فلفل، كزبره، شطه، بابريكا. وكان بتبقى دايما في كفته الحاتي دي فيها نسبه دهون شويه يا بنات، حتى انا كنت بتاكد من نسبه الدهون اللي فيها. وبدأت بعد كده أعجنها كويس قوي علشان خاطر التوابل تدخل فيها، وكمان تتخللها. وبعد كده بدأت أصبحها بقى على شكل صوابع، واحطها في الفرن. بعد كده انا بعد على فكرة ما عملتها لقيت انه هي ناقصة ملح شوية، فبدأت حطيت لها شوية ملح وحطيت لها كزبرة تاني وحطيت لها فلفل. انا بحب الفلفل والكزبرة او من الحاجات اللي بحبها كتير قوي في الاكل. عايزه اقول لكم يا بنات ان احنا في رمضان كل يوم بنفكر نعمل. انا من الناس اللي بتعمل في رمضان صنفين بس على الاكل. انا في اول يوم شفت يعني ناس كتيره منزله سفر على اليوتيوب وعلى منصات تانية. يا جماعه حرام عليكم، عاملين مش ولايم، عاملين وليمه. يعني السفرة ما شاء الله فيها أكتر من صنف، وفيها أكتر من نوع لحوم. يا جماعة لازم نراعي ظروف إخواننا في فلسطين، في غزة، واخواننا في السودان، اخواننا في اليمن، اخواننا في كل مكان، مسلمين وعرب او مسلمين في اي مكان بيعانوا ومش لاقيين ياكلوا. فاحنا لازم نحط في اعتبارنا الموضوع ده. لو سمحتوا بلاش تتعبوا نفسية الناس. وفي ناس معاكي عايشين معانا في بلدنا وظروفهم صعبة جدا جدا ومش لاقيين اصلا، يعني صنف واحد من اللي انتي بتحطيه على السفرة مش لاقيينه عشان ياكلوه. فيا جماعة أسأل الله إن احنا يعني لو سمحتوا، يعني وأما بنعمة ربك فحدث، بس يعني بلاش نتحدث التحديث الفظيع ده، لأنه في ناس كتيرة، في ناس يعني يا جماعة والله العظيم بتتمنى إن هي تاكل وجبة واحدة. يعني بصي نوع واحد من اللي انتي بتحطيه، وبعدين انتي حاطة كل ده وعاملة الوليمة العظيمة الكريمة الجميلة دي كلها. طب ليه؟ ما انتي يعني انتي كل يوم المفروض تفكري تعملي صنف أو صنفين على الأقل. والأكل بدل ما هو يقعد يومين وثلاثة في التلاجة، طب ما انتي تعملي يوم بيوم طازة. يعني اعملي اكلك يوم بيوم طازة. انتي بتعملي ليه كمية كبيرة في اول يوم عشان خاطر مثلا خاطر تريحي نفسك في باقي الايام؟ على فكرة يا بنات ما تنسوناش من اللايك، انا بفكركم في نص الفيديو كده عشان تفتكروا اللايك والكومنت، وفضلا وليس امرا والله. وانكم تشدوا حيلكم مع اختكم وتدعموها، ده احنا في ايام مفترجة وفي شهر كريم. انا محتاجة منكم الدعم قسما بالله، محتاجة بجد ان القناة رتشها يعلى شوية وتشتغل شوية. انا والله يعني انا بتعب وبصور فيديوهات وبعمل فيديوهات ربنا يعلم، وانا بتمنى من ربنا سبحانه وتعالى انه يراضيني في الشهر ده. وبتمنى من اخواتي اللي موجودين بيتفرجوا عليا او اللي بيشوفوني ان هم موجودين على القناة معايا ان هم يدعموني وان هم يعملوا شير للفيديو علشان خاطر يعني يدخلوا لي مشتركين جداد من اي منصة تانية، او من اليوتيوب نفسه. فانا والله العظيم بطلب منكم، ده طلب اعتبروه رجاء من اختكم في شهر كريم، وربنا يكرمكم جميعا ويجازيكم كل خير. صدقوني انا اليوتيوب والله العظيم انا بعتبره مصدر دخل ليا، فارجوكم يا جماعة يعني اقفوا جنبي وما تسيبونيش. يعني ارجوكم اقفوا جنبي، انا يعني واخده اليوتيوب والله العظيم واخداه كدخل ليا، يبقى معايا دخل شهري خاص بيا، فاهمين؟ فعشان كده انا بطلب منكم انكم انتوا تدعموني وانكم انتوا ما تسيبونيش. واحنا في شهر كريم ما تبخليش عليا انك انتي تخشي تشتركي في القناه. اختك محتاجالك، اختك يا قلب اختك محتاجالك. يعني انا محتاجه ليكي، ما تستخسريش فيا الاشتراك او تستخسري فيا اللايك او الكومنت. وربنا يجازيكي عني كل خير، ربنا يوسع ارزاقك ويزيدكم يا رب في الايام المفترجه الكريمه دي. انا عملت زي ما انتوا شفتوا كده في اليوم ده، والله انا عملت صنفين بس يا جماعه. انا عملت كفته وعملت لا مكرونه بالبشاميل، ما عملتش اكتر من كده. كانوا هما دول الصنفين اساسيين على الاكل. وعملت جنبهم شوربه طبعا لسان عصفور، وحطيت سلطه. والعصير والخشاف دول حاجات اساسيين، الشوربه والعصير والخشاف دول اساسيين موجودين على الاكل، ما بنقدرش نفرط فيهم دقيقه واحده. عملتهم بقى وبصراحه كانوا هما الصنفين. وانا من الناس اللي في رمضان على فكره ما بحطش اكتر من صنفين. وانا بطلب منكم انكم انتوا تراعوا اخواتكم اللي هم ظروفهم على قدهم، واخواتكم في فلسطين وفي دول عربية كتير وفي اليمن وفي
وفي اليمن وفي السودان، تراعي اخواتكم دول ان هم بيعانوا دلوقتي يا جماعة، بيعانوا من البرد، بيعانوا من قلة الاكل، فاحنا لازم ناخد بالنا من النقطة دي. ونراعي كمان اخواتنا اللي معانا في نفس الوطن اللي ظروفهم صعبة، الحياة بقت صعبة على الناس كلها. فلو سمحتوا، انتي لو في حاجة زيادة عندك اعملي طبق بزيادة وطلعيه. اعملي طبق بزيادة في رمضان، وانتي عاملة مثلا ما شاء الله وجبات كتيرة، طلعي مثلا، مش هقولك اعملي مثلا عاملة اكتر من صنف، اكتر من نوع. انتي لو خدتي طبق حطيتي عليه من كل صنف، من كل نوع انتي حطاه على السفرة، وعملتي طبق طلعتيه لوجه الله، انتي كده خدتي الثواب. انا بعد ما عملت ال الكفتة، رحت خدتها وحطيتها بقى في الفرن زي ما انتوا شايفين قدامي، وسبتها تستوي. وكانت المكرونه البشاميل في الفرن الكبيره بتاعه البوتاجاز كانت برضو بتستوي. والحمد لله ونعم وفضل، وكل سنه وانتم طيبين، ورمضان كريم، وربنا يعود عليكم الايام بخير، وما تنسوناش بالله.